اوعاك في يوم من الايام تقف قدام ابوك وتقول له انت سبت لنا ايه ولا عملت لنا ايه وليه ما سبتلناش فلوس. الكلام ده بيكسر الاب من جواه. ابوك شقي عليك وتعب عليك واتمرمط عليك ووقف 12 و15 ساعة عليك. تعب وطلع عين اهله وطلع عينيه ورجله ورمت وتعب ونزل الشغل وهو تعبان عشان انت تقف على رجليك، عشان يكبرك ويعلمك ويعالجك ويجيب لك لبس ويعمل لك كل حاجة انت شايفها على نفسك دلوقتي. ابوك عمل اخر جهده معاك. دي نصيحة مني لكل الشباب، محدش يقف قدام ابوه ويقول له انت سبت ايه ولا عملت ايه. خلي في دماغك معلومة ان الاب والام عملوا اخر جهدهم معاك. اللي ابوك وامك عملوه معاك لحد ما انت كبرت وقفت على رجليك، سواء تعليم سواء لبس سواء اي حاجة عملوها معاك، ده اخر جهدهم. ولو كان عندهم عطاء تاني يعملوه كان عملوا اكتر من كده كمان وكمان الف مرة. لان مفيش حد هيحبك في الدنيا دي قد ابوك وامك. فما ينفعش تقف قدام ابوك وتقول له انت سبت لنا ايه ولا عملت لنا ايه ولا كده ولا كده. الكلام ده بيكسر الاب من جواه. خدوا بالكم من ابوكم. ابوك ظهر وسند. ابوك جبل انت مسنود عليه، والجبل ده لو راح انت هتبقى عريان. سلام عليكم.